ناويه تشوفي عروسه لاخوكي قبل ما يبور ويعديها قطر الجواز؟ شفت له يا زينات وجايبه له عروسه زي العسل وبتشتغل محاميه. طب كويس، وهو وافق يعني؟ لا يا اختي، بيقول لي عايزاني اتجوز محاميه طول النهار بقى بتتعامل مع رجاله ايش موكلين على موظفين على عساكر وقضاه ووكلاء نيابه. طب وايه المشكله؟ دي حتى تبقى شخصيتها قويه، مش احسن ما يقع في واحده ملهاش شخصيه ولا بنت مايعه؟ قلت له الكلام ده يقول لي عشان تتعامل معايا وكأني في المحكمه وكل ما اقول لها كلمه تعمل لي مرافعه. لا بقى، دي تلاكيك، هو اللي ما بيعجبوش العجب ولا صيام في رجب. هو خايف يا زينات لا يجي يزعلها تسحله في المحاكم، بيقول لي دي لو زعلت ولا اتطلقت هتمرمطني في محكمه الاسره. يا اختي يمشي عدل يختار عدوه فيه، هو مقدر البلاء قبل وقوعه ليه؟ هو لو نيته كويسه مش هيخاف من حاجه. لا، هو بيقول لي اتجوز واحده تبقى راجعه اخر النهار مهدوده وبتخانق في دبان وشها وفي دماغها مليون حاجه. ما تنسوش الفولون والسكريب واللايك وفشروا الفيديو في كل حته عشان نعرف كده. وبرضه هنسحلكوا في محكمه الاسره، ما هو احسن ما يتجوز واحده فاضيه ومش لاقيه حاجه تعملها وما يبقاش قدامها غيره طول النهار والليل وتطلع الفضا ده على جتته. جرى ايه يا زينات؟ قفلتيها في وشي، ده انا اتعقدت له سنه. اقول لك يا زيزي، قول له ما يتجوزش احسن، هما يعني اللي اتجوزوا مرتاحين قوي يعني؟ لا طبعا، ازاي يعني؟ ده الجواز نص الدين. خلاص يبقى يتجوز واحده ما بتشتغلش خالص، لان كل مهنه ليها مميزاتها وليها عيوبها، سواء بقى محاميه او دكتوره ولا مهندسه ولا مدرسه. ما هو يا زينات يا حبيبتي، كل واحد وليه